صدقني عمرك ما هتقدر تزود الدخل بتاعك بشكل ملحوظ طول ما انت بتعمل الغلطات دي. اغلبنا فاكرين اننا عشان نبقى اغنياء فالسر في سبوبه او حاجه معينه لو وصلنا ليها هتكون هي بالنسبه لنا مصباح علاء الدين اللي هيحقق لنا كل اللي احنا نفسنا فيه. بس الكلام ده ابعد ما يكون عن الواقع. وانا ليه بقول الكلام ده؟ لان انا شبه 95% من الناس اللي بتتفرج عليا. اتولدت وعشت غالبيه حياتي في منطقه شعبيه جنب ميدان المطريه، وكنت في جامعه حكوميه في كليه هندسه، ووالدي برضه كان مهندس شغال في شركه حكومه، وعاوزني اكون مهندس انا كمان. بس انا كان عندي حلم ان انا عاوز اكون مليونير قبل سن ال 30، وكنت متاكد ان ده عمر ما يحصل لو انا شغال في الهندسه. فبدات اعلم نفسي كل الحاجات اللي ممكن تيجي قصادي عشان اقدر بيها اعمل فلوس وانجح اكتر في حياتي. الحمد لله دلوقتي بعد فضل ربنا احنا عندنا 3 شركات، كل واحده منهم بتعمل ملايين كل سنه. وانا مش بقول لك كده عشان خاطر اقول لك ان انا جامد، قد ما انا بقول لك كده عشان خاطر اثبت لك ان في حد كان في نفس الحته اللي انت فيها، عارف انت بتمر بايه دلوقتي لان هو مر بيه، وكان بيحاول بشتى الطرق اللي في الدنيا ان هو يتغلب عليه. فانا عارف بالظبط انت بتمر بايه، وهقول لك على معلومات محدش هيعرف يقولها لك غير اللي عاشها. ولو ما كنتش اتغلبت على الحاجات دي ما كانش زماني وصلت اللي انا وصلت له. ودورت عليها اونلاين عشان خاطر اشوف هل حد اتكلم في الموضوع ده قبل كده ولا لا، وما لقيتش ليه اي اثر. فركز قوي في الكلام اللي جاي ده. في حاجتين وحشين جدا غالبيه الناس بتعملها وبتكونش عارفه ان الحاجتين دول هم سبب كبير بيمنعوا ان هو يزود الدخل بتاعه. اول حاجه غلط هي انك بتبقى عاوز تعمل ملايين في السنه عن طريق سبوبه بسيطه وسهله ومش محتاجه منك مجهود، وقاعد مستني الفرصه اللي تيجي قصادك وتنقل حياتك نقله تانيه، وسايب قصادك فرص تانية انت متأكد انها ممكن تخليك مليونير في ظرف 4 و5 سنين، بس عارف ان هي متعبة وهتاخد منك حبة مجهود. للأسف غالبية الناس بتقعد طول حياتها مستنية الفرصة الأولانية الخيالية دي. غالبية صحابي بتوع الجامعة لسه بيقعدوا نفس القعدة لحد النهاردة بقالهم 10 سنين بيحكوا عن الفرصة الخيالية دي، وللأسف عمرها ما بتيجي. فتخيل انهم لو كانوا اختاروا في الاول الفرصه التانيه التقليديه اللي هي قصاد كل الناس بس كانت محتاجه 4 و5 سنين، كان زمانهم وصلوا اسرع. المفاجاه الاكبر يا صديقي ان مفيش مجال بيعمل فلوس ومجال ما بيعملش. كل المجالات بتعمل فلوس، بس ممكن يكون في مجال اسرع من التاني شويه. بس كل المجالات دي متعبه وهيطلع فيها عينيك عشان تنجح. انت محتاج تختار المجال اللي هيطلع فيه عينيك بس انت هتكون راضي ومبسوط. واكبر دليل على كده ان في بعض اصحابي في الجامعه قدروا ينجحوا في مجال الهندسه ويعملوا منه ملايين، بس هم كانوا حابين الطريق ده وما عندهمش ادنى مشكله ان هم يتسحولوا في المواقع بالساعات كل يوم، والشمس تاكل دماغهم وعينيهم، ويلبسوا هدوم بايظه ويكحرتوا. هم عارفين الضريبه وهم كانوا حابينها وراضيين بيها، وقدروا فعلا بعد 5 و6 سنين يعملوا ملايين من المجال ده. عملوا شركات مقاولات صغيره بس بيعملوا منها ارقام رهيبه. بس هو اكيد ما بداهاش بشركه مقاولات، هو كان شغال موظف في الاول لمده سنه او 2 بيتفحت عشان يعرف كل صغيره وكبيره بتحصل في الموقع، وازاي يتعامل مع العمال، والحسابات ماشيه ازاي، ويجيب منين الخامات، وازاي محدش يضحك عليه، وازاي يتعامل مع العملاء، وازاي اصلا يعرف يوصل لهم. مش شغال موظف عادي بيعمل المطلوب منه وبس، عشان ما تقوليش ان انا شغال مهندس اهو فين شركه مقاولات. ما هو حضرتك لازم تكون بتسعى في الاتجاه اللي يوصلك لده. مش شغال موظف بيعمل الشغل المطلوب منه وبس، لا، كان عنده بلان ان هو في خلال 2 3 ياخد مشروع صغير يبدا بيه، يشوف هو عنده خبره الكافيه اللي تخليه ينقل الموضوع ده من ان هو شغال موظف ان هو عنده شركه مقاولات ولا لا. وهيغلط وهيتعلم لحد ما يتاكد ان هو بقى ملم بكل اركان المقاولات، فبعد كده يبدا ياخد مشروعين وثلاثه واربعه في السنه، وبعد كده ياخد 20 و30 مشروع في السنه. فقدروا بعد 5 6 سنين يعملوا من الشركات دي ملايين. والله ما في شورت كات. تفكيرك في الشورت كات ده هو سبب مصايبك وهو اللي جايب اجلك. انت كان زمانك النهارده مليونير لو خدت الطريق التقليدي اللي كان قصادك من 5 سنين. وعندك الدليل قصادك حقيقي على الكلام ده. انا عندي شركه دعايه واعلان، مش بطلع صواريخ للمريخ يعني، والحمد لله بعد فضل ربنا الشركه شغاله وبتعمل ملايين. بس انا ببني في الشركه دي من 2019، وبداتها من ان انا بعمل مونتاج بس للفيديوهات. من الاخر اي طريق للنجاح مليان تعب، فاختار الحاجه اللي هيكون طلعان عينيك فيها بس وانت مبسوط. نيجي بقى لتاني نقطه، كل ما هتابجريد حياتك ابطا كل ما هتكون غني اسرع. ودي نقطة غايبة عن دماغ كل الناس. انت بيبقى كل تفكيرك انك انت عاوز تعمل دخل اكتر عشان تجيب موبايل موديل السنة او لابتوب ابل او عربية جديدة او شقة. الحاجات دي للاسف هي اكبر عدو لنجاحك. استعجالك ان انت تجيب موبايل موديل السنة هو اللي هيخليك تتأخر جدا في انك تجيب اللابتوب الابل، وهو برضو اللي هيخليك تقعد 10 او 20 سنة عشان تعرف تشتري عربية عدلة، واحتمالية ان انت تجيب شقة او فيلا في كومباوند هتبقى معدومة. انا اسف ان انا بصدمك بس صدقني دي الحقيقة.
طبعا انت دلوقتي بتسال نفسك ليه بقى الكلام ده؟ لان الحاجه اللي انت بتعملها النهارده عشان خاطر تنجحها وتكبرها اسرع محتاج ان انت تضخ فيها فلوس. زي اي شركه كبيره بتلاقيها بتحط كل المكاسب بتاعتها تاني في البيزنس عشان يكبر اسرع وتكسب اكتر بكتير بعد 4 أو 5 سنين. فبدل الشركه ما هي بتكسب النهارده مليون او 2 في السنه، لا هو هيقعد 5 سنين مش بيكسب، بيستثمر كل الفلوس اللي بتجيله في البيزنس، بس في مقابل كده بعد 5 سنين هيوصل ان هو بيعمل 100 مليون في السنه. رقم عمره ما كان هيعمله لو كان بياخد الارباح دي وبيروق على حياته او حياه الشركاء بيها. انا عارف ان انت دلوقتي نفسك تمسكني وتتخانق معايا، لان انت على طول مستني ان انت يجيلك دخل اضافي فيجيلك فلوس فتاخدها بعزقها. ده الهدف، ده الجول. وانا عذرك لان انا عارف ان السوشيال ميديا مخلينا كلنا حاسين اننا قليلين. على طول في واحد تعرفه وعايش حياه احسن منك، فانت نفسك تابجريد عشان تعلي عليه وما تحسش ان انت قليل. بس لو انت عاوز تعلي عليه بجد يبقى اسمع كلامي وخليني افهمك ليه، وهقول لك تجربه شخصيه معايا انا فرقت معايا جدا ان انا انجح اسرع بكتير. انا كنت عايش على 886 جنيه ونص وانا في الجيش، 500 من ابويا و386 جنيه ونص من الجيش. اهم حاجه النص جنيه ده كان لازم ان انا اروح لهم ب 3 جنيه ونص فكه عشان خاطر يدوا لي 870 جنيه. وبدات اشتغل في العمل الحر في المونتاج من وانا في الجيش. كنت بستغل كل ساعه في الاجازه بتاعتي في الشغل، لدرجه ان انا كنت بنام في ايام الاجازه دي 3 و4 ساعات بالكتير، واقول ان انا لما ارجع الجيش هبقى انام. لحد ما بعد 3 شهور لما خلصت جيش كنت وصلت ان انا بعمل $1000 في الشهر. فكان قصادي خيار من اتنين، يا اما انا ابجريد حياتي واتبسط، انا شخص زي اي شخص في الجيش كان طلعان عينه فهو عاوز يتبسط بحياته، فكان ممكن ابقى اعزق الفلوس دي، او كان ممكن ان انا اروح للخيار التاني والاصح، ان انا احوش الفلوس دي عشان خاطر اكبر بيها البيزنس بتاعي، واقنع نفسي ان الابجريد بتاع ان انا سبت الجيش وبقيت باكل في بيتي وبستحمى بميه سخنه في السقعه وبنام على سريري ده في حد ذاته ابجريد، فمش محتاج ابجريد كل حاجه مره واحده عشان حتى اتبسط بكل مرحله. وفعلا عملت كده، وبقى كل تفكيري ان انا اجمع $3000 عشان خاطر اجيب جهاز قوي يساعدني ان انا اقدر اعمل شغل اكتر، لان الجهاز اللي انا كنت بنتج عليه كان معايا من ايام الثانويه العامه، فخلاص كان جايب اخره ومش قادر اعمل بيه اكتر من كده. كنت بشتغل عليه طول اليوم ورندر طول الليل، فالجهاز كان بيشتمني، وفي نفس الوقت كان بطيء قوي مش قادر اجيب اخره، فمش قادر اخد شغل اكتر من كده لان دي اخر امكانيات الجهاز، فمش قادر اعمل فلوس اكتر من كده. فكان السبيل الوحيد ان انا اكبر البيزنس بتاعي بيه ان انا اجيب الجهاز الجديد ده اللي تكلفته $3000 عشان خاطر اقدر ادخل في الشهر 2000 و $3000. فكاستثمار ده احلى استثمار للفلوس دي. تخيل انت بتحط $3000 مره واحده بتجيب لك $3000 كل شهر، في ايه احلى من كده في الدنيا؟ وفضلت ماشي بنفس الموبايل اللي معايا بقاله 6 سنين، ما فكرتش خالص اعمل له ابجريد في الفتره دي. امتى بقى قررت ان انا اعمل الموبايل ابجريد؟ لما كنت محتاجه عشان اعمل محتوى بكواليتي اعلى فيجيب لي شغل اكتر، وفي الفتره دي ما كانش معايا عربيه، في ظل ان اصحابي اللي كانوا بيعملوا نص الارقام بتاعتي كانوا معاهم عربيات. بس انا كنت بفكر ان بدل ما احوش الفلوس عشان اجيب عربيه، لا ده انا احوش الفلوس دي عشان خاطر اكبر التيم وتكون الفلوس دي تغطي المرتبات بتاعتي لمده 6 شهور قدام على الاقل، فاقدر ان انا استوعب شغل اكتر، لان انا خلاص بقت اخري اشتغل ب $3000 في الشهر. عشان اقدر ان انا اوصل $3000 دي ل $10000 مش هينفع ده يعتمد على شغلي انا بس، انا ليا كاباسيتي محدده، فانا محتاج اكبر التيم، محتاج اجيب اديتورز معايا، محتاج اجيب سكريبت رايتر معايا، فالناس دي محتاجه مرتبات، فمحتاج ان انا اخد الخطوه دي عشان اكبر البيزنس بتاعي. وفي نفس الوقت كنت بقلل اصلا من المكسب بتاعي في اي شغلانه، يعني بدل ما انا اكسب 50% كنت بكسب 20% بس. ليه؟ عشان خاطر اعمل شغل استثنائي اي حد يشتغل معايا يبقى نفسه يشتغل معايا مرتين وثلاثه وعشرة، وفي نفس الوقت يريكومند الشغل بتاعي لاي حد. تخيل كده انت متفق معايا ان انا هديك تيشيرت وانت راضي اروح مديك 2، هتبقى طاير من الفرحه. خلاص ده ايه الراجل المحترم ده؟ واي حد من صحابك تقول له اه ده كريم، ما تفكرش لازم تروح تشتغل معاه، احسن واحد بيعمل الحاجه دي. وفي نفس الوقت الشغل بتاعي بقى سعره اعلى لانه باين في الصرف، فاقدر ازود السعر على كلاينت جديد. بالنسبه لللبس كنت بجيب كام هدمه كده محترمه عشان خاطر لزوم الشغل بقى، يعني في ميتنجز مهمه مع كلاينتس مهمه فبجيب طقم او 2 عشان الميتنجز دي، ويوم الميتنج بروح اوبر معزز مكرم، وقت الخروج كنت بركب مواصلات عادي، فكنت بقعد مع صحابي على القهوه مفيش اي فرق بيني وبينهم، بالرغم ان انا الحمد لله وقتها كنت بعمل 10 و20 ضعف المرتب بتاعهم. فلازم تتعلم ان انت تفرق ما بين الوانس والنيدز، ايه الحاجات اللي انت فعلا محتاجها عشان تكبر اسرع وتحقق نجاحات اكبر، وايه الحاجات اللي انت نفسك فيها بس لمجرد ان انت تعلي على اصحابك او تلفت انتباه البنات. في بقى ميزتين كمان مهمين للابجريد البطيء ده. انا مش بقول لك ان انت ما تعليش من اللايف ستايل بتاعك خالص، لان انت برضو مش عايش للابد، الله اعلم اي حد فينا ممكن يموت امتى، بس لو انت الدخل بتاعك زاد 10x زود اللايف ستايل بتاعك 2x او 3x.
وخليني اقول لك ميزتين كمان للابجريد البطيء ده. اولا ان مفيش اي حاجه مضمونه، انت النهارده بتعمل 10 اكس عادي جدا، ممكن الشهر الجاي تعمل 1 اكس. فلو انت عملت ابجريد لايف ستايل بتاعك ب 10 اكس، الشهر الجاي هتلاقي نفسك مديون مش عارف تعمل ايه، مش هتلاقي فلوس تدفع ايجار او تدفع اقساط العربيه، فتلاقي نفسك على طول عايش في قلق، وده مش صحي خالص لنجاحك في البيزنس، لانك وقتها هتاخد قرارات مش هدفها ان انت تكبر البيزنس، هدفها ان انت تجيب فلوس من اي حته عشان تسد الديون اللي عليك او تحافظ على نفس المستوى اللي انت عايش فيه. تاني ميزه للابجريد البطيء في حياتك ان انت هتستمتع بليفل. لو انت النهارده مش بتسوق عربيه واول عربيه جبتها كانت بورش، في ليفلز كتير قوي انت ضيعتها، ان انت لما تابجريد واحده واحده هتتبسط بكل ليفل. لو انت مره واحده بقت تدخل 3 4000 دولار في الشهر وقلت ان انا هابجريد من وانا عايش في المطريه ان انا اروح اقعد في ميفيدا في فيلا وتدفع لها في الشهر 1000 ونص دولار، انت ممكن تعمل كده بس حضرتك ضيعت متعه كتير قوي في النص انت كان ممكن تعملها. كان ممكن الاول تروح تقعد في مصر الجديده وبعدها التجمع وبعدها ميفيدا، فعشان خاطر تستمتع بكل ليفل ومن غير ما تحط على نفسك ستريس رهيب. لان برضو انت لو نطيت باخر امكانياتك ليفل انت مش فيه، هتلاقي الكوميونتي بتاعك هيدمرك نفسيا، انت فقير قوي مقارنه بيهم، انت حاطط دم قلبك كله عشان خاطر تعيش هناك، بس في ناس هناك الفيلا دي فيلا من وسط 20 فيلا وغير فيلا اللي بره في اوروبا وامريكا، فانت ستيل بالنسبه لهم كحيان. فحرام تعمل كده في نفسك، هتخسر بس مش هتستفاد حاجه. فدول اهم معلومتين انا كريم كاخ ليك بقول لك عليهم، ركز قوي فيهم، لان انت لو ما قضيتش على الحاجتين دول مش تقدر انك انت تنجح بسرعه. ولو انت مقتنع بالكلام ده يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده، هتلاقيه ظاهر على الشاشه قصادك دلوقتي، لان دي من ابسط الطرق في العصر اللي احنا فيه اللي ممكن تقدر تنجح فيها وتعمل بيها فلوس. انا كريم حنفي، سلام.